السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة النهاردة موضوعنا صادم لناس كتير قوي، وممكن مفيش أي أم تتخيل ان ممكن ابنها او بنتها يعملوا حاجة زي كده، خصوصا ان هم في سن صغير. بس للأسف لازم نواجه نفسنا بالحقيقة ديت، لأنها بقت بتحصل كتير جدا، وبرسايل ناس كتير جدا جدا بيكتبوا عنها وبيتكلموا عنها كتير جدا. وبشوف ناس كتير جدا بتصدق وبتعرف تتعامل مع الموقف، وناس كتير جدا بتنكر ان ابنها او بنتها ممكن يعملوا حاجة زي كده. بس انا عايزة اوجه رسالة لكل ام، لما حد يجي يقولك حاجة على ابنك انت مش مصدقاها، حاولي اللي انت تتبعي خطوات ابنك او بنتك لغاية ما تعرفي الحقيقة فين. لما حد يجي يقولك حاجة، ما تنفضيش وتكبري دماغك وتقولي انا ابني او بنتي مستحيل يعملوا حاجة زي كده. عشان تعرفي تردي لازم تكوني متابعة ابنك كويس جدا او بنتك كويس جدا. وهو الموضوع بتاعنا ايه النهاردة؟ اني بنات او صبيان في سن كام بقى؟ الصدمة اللي انا فعلا اتفاجئت منها لما عرفت سن الاطفال ديت وهي 6 و8 و7 سنين. يعني ايه بنات في السن دوت او صبيان في السن دوت ويكونوا قرايب مثلا في البيت، او اخوات متجمعين وولادهم يغيبوا عن عينيهم كده شوية، والام تخش وتكتشف ان الولد وبنت خالته او ولد وبنت عمه او بنت عمته بيعملوا حاجات مش كويسة. ولما الام بتشوف حاجة زي كده طبعا ما بتصدقش ان ابنها او بنتها هي اللي عملت حاجة زي كده. دايما بترمي الحمل على الطرف الاخر، لاني انا ابني متربي وعمره ما يعمل حاجة زي كده. القصة ديت حصلت حقيقي، والام ديت شافت ابنها اللي عنده 8 سنين مع بنت خالته او تقريبا بنت عمته عندها 6 سنين، هي اصغر منه. لما سألت ابنها والواد اتربك جدا واتخض جدا لما الأم دخلت وشافتهم بالوضع ده، قال لها دي هي يا ماما اللي عملت معايا كده، وأنا بعد كده قلت أجرب زي ما هي جربت. في الحقيقة الأم قالت دي بنت قليلة الأدب، وأنا لازم أقول لأختي، وأنا مش هسيبها، مش هتجمع معاهم تاني، وحكمت على البنت الصغيرة اللي 6 سنين والولد 8 سنين إن هي اللي عملت كده الأول. طيب ما تشوفي ابنك اللي عنده 8 سنين اللي هو أكبر منها، هو اللي ممكن يكون عمل كده الأول. لأ، أنا ابني متربي وما بيكذبش عليا، وطالما ابني قال إن أنا ما عملتش كده يبقى هو ما عملش كده. ابنك يا حبيبتي لو متربي من الأول صح، لما كان بنت خالته عملت كده في الأول وهو متربي وما بيكذبش عليكي، كان جه قالك من أول مرة يا ماما حصل كذا وكذا لبنت خالتي، عملت كذا وكذا، فانت هتنتبهي ومش هتتجمعوا تاني، وحتى لو اتجمعتوا هيبقى ابنك قاعد جنبك، او انت متحفظة دايما في حركاتهم وتحركاتهم. لكن طالما هو اول مرة كذب عليكي، الله اعلم ديت اول مرة ولا تاني مرة ولا خامس مرة، وانتي واخواتك قاعدين ولا دايرانين بحاجة. فما نحطش دايما راسنا في الطين ونقول انا ابني ما بيعملش حاجة زي كده، ونطلع من الموضوع عشان ابني متربي وما بيكذبش. لا، الوقت الموبايلات ما سابتش اي موقع غير اما تفتحي الموبايل تلاقيه، حتى في الكرتون، في الالعاب، في اي حاجة المواضيع ديت متاحة وعادية جدا. فانا ممكن ابني يحب يجرب الكرتون اللي هو شافه، يحب يستطلع يشوف يستكشف الحاجات حتى اللي فيه، فما اقولش لا ابني ابدا ما يعملش كده. هيفضل يعمل كده وانت هتفضلي تقولي ابني متربي وما بيعملش كده. قبل ما تقولي ابني ما يعملش كده، شوفي انت مربية ابنك على ايه، شوفي سلوكياته بيعمل ايه، شوفي الموبايل اللي هو ماسكه قاعد بيتفرج على ايه.
ما ينفعش ابدا ابدا نطلع الطرف الاخر غلطان لدرجة عشان بس هو مش ابني، وقالوا كل اللوم على الطرف التاني عشان ده انا معرفش تربيته. ما يمكن البنت ديت ما عملتش حاجة. بنت 6 سنين هتعمل ايه مع ولد عنده 8 سنين؟ الاتنين اصلا نسيبة سودا ان هما في السن دوت يفكروا في حاجة زي كده، بس هم فكروا والموضوع بقى متاح بالنسبة لهم. نحل الموضوع ولا نطلع ابني مؤدب وما بيعملش حاجة، والبنت ديت هي اللي قللش الادب وعملت كل حاجة؟ لازم نربي يا جماعة صح، وتخلي ابنك ما يخافش منك. اي حد عمل له اي حاجة يجي يقول من اول مرة، مش من خامس ولا عاشر مرة تكون خلاص بقى دوت متاح وتعودوا عليه. الطفل دايما بيحب يستكشف، الطفل دايما بيحب يجرب. فطالما هو جرب حاجة زي كده في السن دوت، اعلمي ان هي هيشيب عليها على طول. لكن لما انا اوقفها من سن صغير، يبقى خلاص انا عرفت وفهمت اني خلاص انا وقفت الحكاية ديت، وهو فهم ان كده عيب وحرام وما ينفعش ابدا يحصل، فعمره ابدا ما هيكرره. لما انت تيجي تقولي قدامه كل شوية ابني ما بيكذبش، ابني ما بيعملش حاجة زي كده، هو الابن دوت اللي هيعمل كل حاجة، وانت هتفضلي تقولي ابني ما بيكذبش، ابني ما بيعملش حاجة غلط. لازم يا جماعة نواجه الموقف صح. لازم نحط أسس لولادنا يمشوا عليها، حتى لو انتي مش معاه يبقى عارف يعني ايه حرام، يعني ايه غلط، يعني ايه ما ينفعش يتعمل، يعني ايه مش اي حد يلمس جسمي، يعني ايه مش اي حد يحط ايده في اماكن ما ينفعش ابدا حد يحط ايده فيها. وما ينفعش برضو الام تقول ابني ما بيعملش كده، بنتي ما بتعملش كده. لو ابنك مش ماسك موبايل، لو ابنك ما بيقعدش على السوشيال ميديا خالص، لو ابنك ما بيقعدش على اي مواقع العاب، اقولك قولي كده وبقلب جامد. لكن دلوقتي الموبايل نسيبه سودا في ايد الطفل، كارثة بمعنى الكلمة، وبقى معرفه حاجات والله العظيم احنا كبار ما بنبقاش عارفينها. فما ينفعش ابدا نقول ابني ما بيعملش حاجة زي كده. لازم ندور ورا الحدث. لو انت مش عايزة تواجهي ابنك راقبيه، مش عيب اللي انت تراقبي ابنك ولا تاخدي بالك من تحركاته ولا تصرفاته ابدا. راقبيه، شوفي هو بيكلم مين، بيتفرج على ايه، بعد ما ينام تصفحي هو كان قاعد على ايه. اعملوا المراقبة على التليفونات ديت، بتنفع جدا الاب والام، وفي برامج كتير وابليكيشن كتير بيعملوها عليها الاب والام، لان بتوصل ليهم اي حاجة هم بيتفرجوا عليها على الموبايل عندهم. فدي حاجة حلوة جدا من غير طبعا ما الطفل يبقى عارف. فانتي بتعرفي هو كده بيتفرج على ايه وبيعمل ايه، وبتبقي مراقبة كل تحركاته من خلال الابليكيشن دوت. فلما تبقى حاجة زي كده تبقى مفزعة جدا. ومرة حصلت كده بنت وصاحبتها برضو، إيه، الام دخلت لقت بنتها وصاحبتها بيعملوا حاجة زي كده. طبعا الام طردت البنت ديت وفضلت تقول عليها قلتش الادب وما تجيش عندي تاني، وكلام كتير جدا على البنت ديت. وما حطتش في دماغها ابدا ان بنتها تكون ممكن هي اللي حرضتها على حاجة، او البنت ديت وهي اتفقوا على كده. فليه دايما للطرف الاخر هو اللي قليل ادب؟ وليه دايما الطرف الاخر اللي امه مش مربيه ومش متربي؟ نراجع نفسنا ونربي ولادنا صح على القيم والاخلاق والمبادئ، ونعرفهم ازاي محدش يلمس اي حته في جسمنا. وده ابدا مش عيب يا جماعه اللي احنا بنتكلم في حاجه زي كده، ومحدش يقول لي انا ابني عمره ما يعمل حاجه زي كده، وايه اللي انت بتقولي دوت، واللي انت بتقولي ده ما بيحصلش. لا، حاصل كتير جدا. وبلاش نقفز دماغنا زي النعام ونقول مش حاصل حاجة، لا حاصل كوارث كتير جدا، حاصل حاجات كتير جدا والله العظيم. والناس بتقول من سن الحضانة بيحصل كده. دي سبحان الله، معرفش بقى ديت يعني حاجة كده فيهم يعني ربانية، ما اعتقدش. دي بترجع للتربية. لو ابني متربي عارف يعني ايه عيب وحرام مش هيعمل كده. فخدوا بالكم من عيالكم من اول ما يحب يستكشف كل حاجة فيه. واي ام عارفة ان اي طفل بيحب يستكشف اي عضو فيه. خدي بالك منه وحرصي جدا جدا،
وما تقوليش ابني ما يعملش كده، لا، ابحثي ودوري وشوفي السبب فين بالظبط، وهل هو عمل كده ولا لا. ولازم يبقى في عقاب رادع وشديد جدا عشان ما يتكررش كده تاني، وكل تعاقب ابنها بالعقاب اللي هو بيجي بيه، او ما مش فيش ضرب ولا عنف، لان هو عمره ما هيجي ابدا بالضرب ولا بالعنف. احنا نعرفه ان ده عيب وحرام، ولو هو بيمسك الموبايل لازم نسحب الموبايل، لازم نسحب الموبايل لو لقينا الموبايل السبب في القصة ديت. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.